السلام عليكم شباب، ايه الاخبار؟ النهارده جايين نتكلم على عضله مهمله شويه في الشرح وفي التمارين وفي كل حاجه، وهي عضله السمانه. زي ما احنا شايفين كده الاوريجن والانسيرشن بتاعها او المنشأ والاندغام، هي بتبدأ من عظم الكعب، ده المنشأ. الاندغام بتاعها فوق الركبه بالظبط زي ما احنا شايفين كده في اخر عظمه الفخذ من تحت، يعني معديه مفصل الركبه. تاني حاجة والأهم وهي العضلة اللي تحتيها اللي اسمها السيورز، دي العضلة اللي تحت السمانة، ودي المنشأ والاندغام بتاعها مختلف، أو الاندغام بس هو تحت المفصل الركبة. هقول لك ليه بتكلم عن المنشأ والاندغام بس لما أوريك التمارين بتاعهم الأول. دي أول شكل التمرينة، وهي الجزء اللي هو الخارجي اللي احنا شفناه الأول، وهو ممكن يتلاقي كمان بوزن زي ما احنا شايفين، مش بس بوزن الجسم. ده الجزء السمانة اللي هو واصل الانسيرشن بتاعه او الاندغام فوق الركبة. عشان كده تمرينها بيكون وانا واقف او وانا فارد رجلي بمعنى اصح. ده كده التركيز على الجزء الخارجي اللي هي جاستروكنيميوس او السمانة. التمرين ده بقى بيركز اكتر على الجزء اللي هو الداخلي اللي هي السوس اللي احنا شفناها في الاول، واللي هي الاندغام بتاعها تحت الركبة، يعني مش معدية مفصل الركبة. عشان كده اكتر استهداف ليها هو وانا قاعد. والعضلة دي بقى هي اللي مسؤولة بالاخص عن الضخامة بتاعت السمانة او الحجم بتاعها.